طبعا الفيديو اهو، شفت بقى سهله ازاي؟ انا الفيديو اللي فات كنت قلت لك ان احنا هنعمل صوره كده، بس لا، هو في الفيديو ده هنعمل الصوره. هنا عندك بقى تكتب في البرومت فوق، لسه كنا قايلين كات ان سبيس وتدوس على جنريت. طب قبل ما ادوس على جنريت، في بقى حاجه انت ممكن كاتنا سبيس تكون مش كافيه، عايز تضيف حاجه زياده. ممكن ان انت تعمل كوما وتدوس مسافه وتكتب بقى، عايز بقى السبيس يكون شكله عامل ازاي، عايز مش عارف ايه، عايز ايه وتفاصيل وهكذا. لكن احنا مش هنعمل حاجه، احنا نكتب كاتنا سبيس بس، وهندوس على اد نيجاتيف بروموت عشان نقول ان النيجاتيف بروموت دي الحاجه اللي احنا مش عايزينها في الصوره. ايه الحاجه اللي احنا مش عايزينها في الصوره؟ بلاك مثلا، لايت مثلا، تعمل كوما مسافه، تكتب مثلا، نكتب ستارز يا عم، ستارز مثلا، نكتب اجلي. دي لازم، دي من الحاجات اللي لازمه جدا ان احنا نكتبها يعني، وتقريبا عمل هنا اجلي. نكتب تاني ايرور، وايرور دي مهمه برضو من الحاجات اللي انت ممكن تكتبها عشان يطلع لكش غلطات في الصوره. ميني هاندز مثلا، وبس. وتدوس على جنريت وتشوف اول صوره هتكون عامله ازاي. كاتينا سبيس هتطلع نيجاتيف بروموت، نيجاتيف بسيط جدا. اصلا انا هسيب لك ملف، الملف فيه النيجاتيف بروموتس انت ممكن تستخدمها عشان تخلي الصوره بتاعتك كويسه. فاحنا نستنى الصوره ونشوف هتعمل ايه. بس الصوره طلعت رغم ان فيها غلطات، بس مش مشكله، مفيش نجوم زي ما انا قلت له فعلا. القطه على كوكب الارض، اي نعم، يعني ودانها خارجه من البتاع اللي هي لابساه. هتلاقي عندك دي مظبوطه، في قطه ورا ما طلبتش منه كده، بس قشطه، شكلها لذيذ، شكلها لطيف. الصوره دي حلوه جدا وعجباني. انا دوست على الصوره دلوقتي، ظهر شويه حاجات تحت. ايه الحاجات دي؟ ممكن تحذف الصوره، ممكن تعملها داونلود، ممكن ان انت تعمل كوبي للكليب بورد، ممكن انت تعمل انزوم، وانزوم اللي انت توسع الصوره عشان تشوف الصوره دي شكلها عامل ازاي لما توسع. ممكن يزود لك حاجات، ممكن ان هو يبوظها لك عادي جدا، مفيش مشاكل، وهكذا. مش هنستخدم الانزوم دلوقتي. هنا عندك ريموف باك جراوند، ان هو يشيل لك الباك جراوند، ممكن يشيل لك الحاجات اللي في الخلفيه ويخلي لك القطه دي بس، او يخلي لك دي برده معاها. ولو عندك اصلا الباك جراوند بتاعتك سوليد، تمام، تبقى احسن بكتير من ان يكون باك جراوند فيها زيطه. هتلاقي عندك هنا الكذا اب سكيل ممكن تستخدمهم، وكل حاجه من دول بتسحب توكنز. يعني دي بتسحب 5 توكن عشان تعمل انزوم، وبتعمل ريست بعد 6 ساعات عشان تاخد ال 150 توكن تاني. هنا عندك ديت هتسحب 2 توكن عشان تشيل الخلفيه. الاب سكيل هنا بتحتاج منك ان انت تاخد 5 توكن، او هم بياخدوا منك 5 توكن عشان بيعمل لك اب سكيل للصوره. انت مش محتاج كده، انت ممكن تعمل اب سكيل من اي ويب سايت او اي برنامج بيعمل اب سكيل، وهتاخد نتيجه برده كويسه جدا، ومش محتاج انت تصرف توكنز. هتلاقي عندك هنا سهم، ممكن ترجع البروموت ده تاني تستخدمه من جديد. ممكن ان انت بقى تعمل بروموت من الاول. كاتينا سبيس هناخدها كوبي، وتروح على بروموت جنريشن، وتروح تعمل بروموت من جديد. ضن ما اخرش، عمل لك بروموت. ممكن دي بروموتس اصلا محفوظه عنده وهو بيكريتها لك، ولكن مش مشكله، احنا كده كده اصلا ايه، الميزه دي مش هنحتاجها كتير، لان احنا هنعتمد على ميزه خارجيه نشوف الحوار ده. هتلاقي البروموس دي طلعت. انا هختار تاني واحد. ممكن تعمل هنا اديت وتضيف عليه حاجات زياده، وممكن انت تقول له يعمل جنريت. هنعمل جنريت تاني واحد ونشوف شكله عامل ازاي. وانا برضو حاطط له هنا ايه، نفس النيجاتيف بروموتس عشان نشوف شكله هيكون عامل ازاي بعد ما يخلص. دي الصوره اللي طلعت، شكلها عامل كده. طبعا هي القطه مش في السبيس ولا حاجه، او ممكن تكون في السبيس بس هو ما عرفش مطلع الصوره عامله كده ليه. فيها اخطاء. اولا في الرجل بتاع القطه الصوره مش 100% مظبوطه. زي صور قبل كده انا عملتها اصلا كانت طالعه احسن من كده بكتير، وباين ان الصوره كانها حقيقيه. يعني انا كنت عامل صوره ان هي قطه في متحف، واللي يشوف الصوره يفتكرها قطه في متحف بجد، لا، لكن دي صوره معموله بالذكاء الاصطناعي عادي جدا يعني. طيب دي الصوره اللي اتعملت بالبروموت جنريشن. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل نفس الصوره بس من غير البروموت ماجيك. نروح قافلين البروموت ماجيك،
وندوس على جنريت. هيسحب مني 2 توكن، كان الاول بيسحب 4 دلوقتي هيسحب 2 توكن، وندوس على جنريت ونستنى لحد ما يخلص ونشوف الصوره هتكون عامله ازاي. دي الصوره اللي طلعت وانا قافل البروموت ماجيك. انا لو جيت قارنت الصوره ديت بالصوره دي انا هختار الصوره دي رغم برضو ان فيها اخطاء، ولكن هي احلى بكتير من الصوره ديت. او يعني القطه مش الخلفيه، الخلفيه هنا احلى، لكن هنا القطه احلى من الخلفيه. قشطه، انا اشتريت الصوره دي وعجبتني جدا وشكل القطه عجبني وهكذا. رغم ان فيها خطا برضو في رجلها ورا، بس مش مشكله. عندك هنا ممكن نغير الموديل ونجرب موديل جديد، وانا هجرب دريم شيبر برضو، بس هستخدم بقى معاه البروموت ماجيك عشان نشوف دريم شيبر في البروموت ماجيك بيكون عامل ازاي، زي الصور انت شفتوها بره في الصفحه الرئيسيه ومطلع نتائج كويسه. دي الصوره اللي اتعملت بالدريم شيبر، شكلها حلو جدا كويسه، بس القطه محتاجه تتغير. برضو القطه محتاجه تتغير، فيها مشاكل في عينيها، لكن قشطه باقي الجسم كويس. لا لسه في مشكله في الجسم، واخد بالي برضو من الرجل. القطه دي محتاجه تتغير، يعني لو هجيب ممكن اجيب مكان القطه ديت، او القطه اللي في الاول محتاجه تتغير. يعني احسن موديل ممكن تشتغل عليه ليوناردو ديفيوجن في الوقت الحالي. في برضو ضافوا عندهم الاس دي اكس ال 0.9، دي حاجه تحسب لهم، دي حاجه حلوه جدا. يعني ايه ستيبل ديفيوجن اكس ال 0.9؟ في اصدار من ستيبل ديفيوجن اسمه 0.9 حلو جدا جدا جدا، هو نزل اصدار رقم 1 اصلا، بس ده هم اللي تحصلوا عليه، ده كويس جدا جدا جدا، تقدر تستخدمه وتطلع منه صور رائعه. هنبقى نجربه بعدين. في الحلقه دي احنا اتعلمنا ازاي نعمل صوره، ازاي نكريت بروموت، ازاي ان احنا نعمل نيجاتيف بروموت. والنيجاتيف بروموت دوت بيعمل ايه؟ اللي هو انت بتشيل حاجات من الصوره انت مش محتاجها اصلا عشان تطلع صوره كويسه.